السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله يا رب دوم بخير وعافية وصحة إن شاء الله. أنا خالد، رجعت لكم فيديو جديد. إن شاء الله يكون الفيديو اللي فات عجبكم، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو المرة دي بيكون أحلى وأحلى وأفضل وأطول. بدون مقدمات خلونا نبدأ بالقصة على طول. ضيفنا في هذه القصة اسمه أندري تشيكاتلو، جزار روستوف. في عالم مليان بالغموض والظلام، في شخصيات تطلع من بين الناس، تمشي وتتكلم وتعيش، لكنها من الداخل شيء ثاني تماما. شخصيات ظاهرها طبيعي، لكن داخلها في وحش ما يشبع وما يعرف الرحمة. في روسيا في زمن كان فيه الحديد يحكم، ولد واحد من أبشع القتلة المتسلسلين في التاريخ، أندري تشيكاتيلو. قصة ما هي بس عن قاتل، هذه قصة عن شخص كان يعيش بين الناس، يشتغل ويضحك ويسلم وحياته طبيعية، وهو بنفس الوقت يقتل ويشوه ويشرب دم. استعد، لأن اللي بتسمع الحين ما هو فيلم رعب، هذه قصة حقيقية موثقة. الطفولة وصناعة الوحش. ولد أندري رومانوفيتش تشيكاتيلو اسمه تحفة يوم 16 أكتوبر 1936 في قرية فقيرة بأوكرانيا اسمها يابلومينيتشي أوفيلس يابلو تشيني. خلال فترة من أسوأ الفترات في تاريخ الاتحاد السوفيتي. المجاعة كانت تفتك بالشعب، وحرفيا كانوا ياكلون بعضهم عشان يعيشوا. والدة أندري كانت تحكي له قصة أخوه الأكبر اللي كان اسمه ستيفان، اللي تقوله أنه اختطف وأكل من الجيران خلال مجاعة الثلاثينات. ما أحد يعرف إذا كانت هذه القصة حقيقية أو لا، لكن أندري سمعها طول طفولته وبدأ يتخيلها ويتخيل التفاصيل ويتغذى عليها. والده رومان كان جندي في الحرب العالمية الثانية، وتم أسره على يد النازيين، ووقتها الدولة السوفيتية كانت تعتبر الآسر عار، فيصير أولاد الأسير منبوذين. أمه كانت تضربه باستمرار، وكان يتبول لا إراديا وقت نومه أكرمكم الله، ويتعرض للإهانة من زملائه. وعشان الأمور تكتمل اكتشف في سن المراهقة أنه يعاني من ضعف جنسي. تخيل كل هذا في بيئة فيها فقر وقسوة وما في أي نوع من الدعم والحب. المراهق اللي نشأ في هالظروف ما صار طبيب ولا مهندس، صار شيء ثاني تماما. في عام 1978 كان عمره وقتها 42 سنة، كان متزوج وعنده طفلين، ويشتغل موظف في مجال التعليم، لكنه بنفسه كان يعرف أن في شيء داخله يلح عليه، شعور ما يختفي، رغبة يبي يفرغها. وفي يوم شتوي بارد استدرج طفلة اسمها لينا زاكوتونوفا، وعمرها كان 9 سنين، المحطة قطار مهجورة لأنه وعدها بالحلوى ومكان دافي تنتظر فيه أهلها. وهناك بدأ معها الطقس الخاص فيه، خنقها، طعنها ونزفها، وحس للمرة الأولى بلذة جنسية عن طريق الألم والدم. وجثتها وجدت بعد أيام، وتم القبض على رجل بريء اسمه ألكسندر كرافتشينكو. رجاء خلونا ما ندقق في الأسماء، خصوصا لما تكون أسماء روسية يعني زي كذا. فنبدأ بالاسم الأول، شخص اسمه ألكسندر، وانعدم ظلم. أما أندري رجع لبيته وعاش حياته كأن شيء ما صار. والحين راح أعرض لكم قائمة ب10 شخصيات، أو عفوا 10 من جرائمه، طبعا كلها بناء على الوثائق الرسمية. أولهم الطفلة اللي تكلمنا عنها قبل شوي، لينا، العمر 9 سنوات، التاريخ 22 ديسمبر 1978، المكان اسمه شاختي وهي محطة قطار مهجورة، الطريقة خنق وطعن، أكثر من 30 طعن. حالة الجثة نزيف داخلي وخارجي وعلامات اعتداء. الأدلة بقع دم ودتهم مسرح الجريمة. الضحية الثانية واحدة اسمها لاريسا، هي اسمها لاريسا تيخوموروفا، يعني شفتوا الاسم قديش صعب. عمرها 17 سنة وقتها طبعا. التاريخ 3 سبتمبر 1981، مكان الجريمة أطراف مدينة روستوف. طريقة القتل خنق ثم طعن 39 طعنة. حالة الجثة طعنات بالبطن والصدر ونزيف مفرط. الأدلة شعر الضحية وملابس مقطعة في مسرح الجريمة. الضحية الثالثة أوليغ بودنار، العمر 9 سنوات، التاريخ 11 ديسمبر 1982، المكان غابة قريبة من محطة قطار نوفو تشيركاسك، طريقة طعن مباشر في القلب بعد الخنق. وحالة الجثة آثار مقاومة شديدة وأصابع مكسورة. والأدلة بصمات جزئية على علبة سجائر في الموقع. الجثة الرابعة لودميلا ألكساندروفنا، العمر 15 سنة، التاريخ 27 يوليو 1983، مكان الجريمة حقل زراعي مهجور.
الطريقة طعن متكرر بالراس والرقبة. حالة الجثة تشويه في الوجه وفقدان اللسان. الأدلة قطعة قماش فيها دم الضحية قريب من موقع الجريمة. الجثة الخامسة نيكولاي موشنوف، العمر 10 سنوات. ركزوا بالأعمار، أعمارهم صغيرة، أطفال، وهذه الجريمة كانت بنفس السنة في تاريخ 17 أكتوبر 1983. مكان الجريمة جسر مشاة خارج المدينة. طريقة الوفاة ضرب بالرأس ثم طعن. وحالة الجثة جمجمة مهشمة وطعنات عميقة. والأدلة كانت بصمات قدم ودم منتشر في كل مكان. والجثة السادسة اسمها يلينا فاسيلفيا، العمر 13 سنة. التاريخ 8 مارس 1984. مكان الجريمة كان حديقة عامة خلف مصنع قديم. طريقة الجريمة خنق وطعن 53 طعنة. حالة الجثة تشوه تام وأعضاء مبتورة. والأدلة كانت أنهم لقوا جزء من ملابس القاتل أندري معلقة على شجرة. الجثة السابعة إيغور غوتوف، العمر 12 سنة. التاريخ 2 يونيو 1984. مكان الجريمة قرب سكة قطار مهجورة. طريقة القتل خنق سريع ثم طعنات متكررة. حالة الجثة كانت نزيف دماغي وطعنات في اليدين دفاعا عن النفس. والأدلة كانت شاهد عيان شاف شخص يشبه أندري راح من المكان. الجثة الثامنة اسمها زويا سبيردونوفا، كان عمرها 19 سنة. التاريخ كان 15 سبتمبر 1984. طريقة الوفاة طعن بالرقبة والصدر. وكانت حالة الجثة ملابس ممزقة واختفاء أجزاء من جسمها. والأدلة كانت شعر طويل يرجع للمجرم كانت تحت أظافرها. والجثة التاسعة أناتولي كراسينكوف، العمر وقتها 11 سنة. التاريخ 6 ديسمبر 1985. المكان أطراف نهر الدوم. الطريقة طعنات سريعة ومتكررة مع الخنق. حالة الجثة تهتك شديد في الأحشاء. الأدلة كانت آثار أقدام متطابقة مع حذاء تشيكاليتو أو أقصد تشيكاتيلو. الجثة العاشرة تاتيانا ريبار، عمرها وقتها 16 سنة. التاريخ 23 مارس 1989. مكان الجريمة كراج مهجور مدينة شاختي. طريقة الوفاة خنق ثم طعنات في الوجه والصدر. حالة الجثة تشويه كامل والعيون مفقودة. الأدلة أنهم لقوا أداة الجريمة قريبة من المكان. طبعا هو ضحاياه أكبر وأكثر من كذا بكثير، بس أنا حبيت أقول لكم كيف ضحاياه عاشوا. هذه القائمة ما تمثل كل ضحاياه، لكنها توضح مدى التكرار والوحشية والتوقيع الشخصي لكل جريمة. كثير من الجرائم الثانية كان فيها نفس النمط، لكن الشرطة ما قدرت توصل له إلا بعد سنوات طويلة. من بداية الثمانينات بدأ أندري يطور طريقة خاصة في القتل، يختار الضحايا من الأطفال أو المراهقين سواء بنات أو أولاد، يستدرجهم من محطات القطار أو الأماكن العامة، يأخذهم من مكان معزول مثل غابة أو حتى مزرعة مهجورة. بالبداية يخنقهم بعدين يطعنهم طعنات كثير، وأحيانا يأكل أجزاء من أجسامهم. ممكن أنا أخطيت، بس تخيل سنة واحدة بس عام 1984 قتل 15 شخص. أحيانا كان يرجع لموقع الجريمة ويتفقدها وكأنه يستمتع بالذكرى. كل ضحية كانت بالنسبة له تحرير من الضغط اللي هو فيه. ضحاياه كانوا من أعمار مختلفة. ناتاليا 12 سنة خنقها وطعنها 38 طعنة. أليكسي 15 سنة تم تمزيق وجهها بالكامل شوهها. سفيتلانا لقوا جثتها من دون لسان. الشرطة كانت تفتش بطريقة تقليدية أو حتى رافضين فكرة القاتل المتسلسل. في ظل ضغط الإعلام تم تعيين الضابط فيدرو بوراكوف. كان ذكي ومختلف، لاحظ أن الجرائم كلها تدور حوالين محطات القطار وأن الضحايا بنفس النمط تقريبا. لكن لما قدم نظريته عن وجود قاتل متسلسل بدأوا يدققوا عليه من بعض المسؤولين. قال في مذكراته: كنت أحس أننا نواجه شيء أكبر من أننا قاتل، كنا نواجه كائن غير بشري. بوراكوف بدأ يحط كمائن ويراقب محطات القطار، لكن أندري كان أذكى. في نوفمبر 1990 لاحظ شرطي اسمه كونستانتين تصرفات غريبة من شخص جالس يتكلم مع أطفال في محطة قطار روستوف. الرجل كان لابس نظارة شكله مثقف، بس كان قلق ومتوتر. أخذوا بياناته وظهر الاسم أندري تشيكاتيلو، ولما رجعوا ملفه اكتشفوا أنه سبق التحقيق معه في سنة 1984، لكن وقتها تم إطلاق سراحة لعدم كفاية الأدلة. فالتحقيق أنكر في البداية، لكنه انهار بعد أيام، تقريبا 9 أيام، واعترف ب 56 جريمة قتل. قال للمحققين: أنا ما أقتل عشان السرقة ولا انتقام، أنا أقتل لأني أحب الشعور، أحب أشوفهم وهم ينهارون. وكان يرسم لهم خرائط كل موقع جريمة. اعترف بأشياء الشرطة ما كانت تعرف، تفاصيل ما كانت معلنة.
بعض الجرائم كان فيها تشويه غريب، إزالة العيون، تمزيق الأعضاء التناسلية، وحفر علامات على الصدر. وكان لما يتكلم بهدوء. في أبريل 1992 تم تقديمه للمحاكمة في روستوف. جلس في قفص حديدي داخل المحكمة، تخيلوا، لأنه حاول يعض أحد الحراس من قبل. كانت القاعة مليانة وأهالي الضحايا في صدمة. في بعض الجلسات كان يصرخ فجأة أو يغني أو يضحك، لكن القاضي كان صارم. وبعد جلسات طويلة صدر عليه حكم الإعدام. أنا ما أدري، يعني صراحة في ناس المفروض يستثنوا من الإعدام، المفروض يحطون تحت قطار يتعسوا ويفرمهم أي شيء، يعني عقوبة قوية يكون عضو عبرة للكل يعني. طب ليه ما يعاقبوه زي ما قتلوا الضحايا؟ فكرة صح؟ في 14 فبراير 1994 تم تنفيذ حكم الإعدام في رصاصة واحدة مؤخرة الرأس. متخيلين أن هذا حكم الإعدام؟ جثة ما تم تسليمها لأحد ودفنوا في مكان سري. هذا المفروض ما يدفنوه في مكان سري، هذا المفروض يحطوه في متحف. الدولة ما حبت تعلن عن التفاصيل، لكنها كانت النهاية الوحيدة اللي تستحقها قصة بهذا السواد. بعد إعدامه بدأ الإعلام يفتح ملفات. تبي الصدمة؟ بعض الأهالي قالوا أنهم شكوا فيه من زمان، لكن الشرطة تجاهلتهم. المحقق بوراكوف كتب كتاب اسمه اعترافات الشيطان، والوثائقيات بدأت تنتشر من BBC إلى نتفليكس. الكل صار يحكي قصته. الأطباء النفسيين قالوا أن أندري كان مثال حي على نتيجة القمع والعنف والإهمال. واحد ما عرف الحب وما تلقى دعم وما قدر يعبر عن نفسه بطريقة صحية. عجزه الجنسي خلاه يربط المتعة بالدم والقتل بالتحرر. قالت طبيبة نفسية هو كان طفل مكسور، كبر وما لقى أحد يلمه فصار يكسر غيره. قصة أندري تشيكاتيلو تفتح لنا باب ما نحب نطالع ورا، باب الشر البشري. مو كل وحش له أنياب، بعضهم يلبسون نظارات ويشتغلون في المدارس. مو كل قاتل أو مجرم تعرفه من شكله، بعضهم يكونوا أقرب مما تتخيل. لكن الأكيد أن قصص مثل هذه لازم تروى علشان الناس تتعلم وتحذر وتنتبه. والله يحمينا جميعا يا رب. هذه كانت قصة جزار روستوف، وإذا عجبك النوع هذا من القصص لا تنسى تدعم المحتوى وتشاركه، لأن في قصص جاية أظلم وأعمق وأقرب مما تتصور. كان معكم أخوكم خالد، انتظروني فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.